السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض ايه تقولوا عليه بفتيك الغلابة، بانيه الغلابة. المهم يعني هنعمل معاكم أحلى وصفة للكرنبيت، هتاكليها وتقولي تسلم ايدك يا بنتي يا شهد. كل سنة وانتم طيبين. احنا قربنا ايه الأول على العشر الأوائل. ادعوا ربنا يغفر لنا ويزود رزقنا ويزيح الهم والغم يا رب والكرب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا ميه مغليه، هنحط فيها نص معلقه سكر ومعلقه ملح. هنحط بص بقى التكه الجديده ديت، معلقتين لبن بالظبط، يعني لا تكتري ولا تقللي. نطره كمون، كركم. لا، الكركم دوت مع التتبيله. يبقى حطينا ملح وسكر ولبن وكمون. الكمون واللبن ما يخليلكيش ليه ريحه ولا يبقى يعمل لك انتفاخ وانت بتاكليه. احنا مقطعين الكرنبيت بتاعنا زي ورق الزهر كده صغير كده، هنبتدي نحطه ونسلقه. بتسلقيه حلو، مش هنقول لك نص سلقه، لا بتسلقيه حلو. بص يا حبايبي، يبقى طري معاكي كده وحلو. احنا في على الخلطه بتاعتنا بقى مهما كانت الكرنبيته معاكي طريه هتبقى متماسكه وجميله. وهنيجي مبردينها برضو تحت الميه. في ناس بتسلق الكرنبيت وما بتبردوش، لا انت تبرديه عادي ولا يهمك، اتعاملي عادي. هنبرده وهنسيبه يتصفى كده شويه. احنا معانا في البوله ديت توم مدقوق بالملح، ومعانا كركم وكمون وكزبره ناشفه وملح وفلفل اسمر. هتضربي طماطمتين بالظبط. عندك معلقتين صلصه ماشي، انا ما كانش عندي صلصه عملت الطماطمتين، وهتحطي عليها بيضتين. يبقى توم وملح وفلفل، كمون، كزبره ناشفه، بيضتين، طماطمتين، معلقتين فيجيتار، معلقه دقيق على نشا. انا كنت مدربه معلقه الدقيق على النشا. هنا بقى في طبق تاني كده ناشف هنحط معلقتين دقيق على معلقتين فيجيتار ناعم، 3 معالق دوت. التتبيله دي على قد الكميه اللي انت هتعمليها، يعني مش على قد الكميه اللي انت هتعملي بيها، على قد اكلك. وسنه كمون وسنه كركم وكزبره ناشفه وفلفل اسمر، برضو نفس البهارات الجافه اللي احنا حطيناها في الطبق اللي فيه التتبيله. احنا كده هنعمل الخلطه دي وهنركنها. كل سنه وانتم طيبين. يلا صلوا معانا على النبي، واللي مش حط اللايك يحط، واللي مش مشترك يشترك معانا. بص يا حبيبي، التتبيله بتاعتنا بقى هنحط فيها الكرنبيت بتاعنا، يشرب من التتبيله بتاعت 10 دقايق ربع ساعه كده. ولا يهمك خالص، اقفي في المطبخ وانت كلك ثقه كده وهتخترعي احلى اكل. سمي الله وصلي على النبي، هتعملي احلى اكل واحلى فطار وكل حاجه حلوه لعيالك. ولا يهمك من الغلا، هنتصرف برضه. احنا كده خدناها من التتبيله، هنحطها بقى في الخلطه الجافه اللي هي دقيق وبقسماط حار وفلفل وملح وكزبره ناشفه وكركم وكاري ومعلقتين دقيق. يبقى دقيق على فيجيتار على التوابل الجافه اللي عندك. وهنبتدي كده نعملها. بصوا، في ناس بتعمل بعد ما تحطها في دي بتحطها تاني في التتبيله، لا انا ما حبيتهاش. يعني انا خدتها من التتبيله السايله، حطيتها على طول في البقسماط بتاعها والدقيق بتاعها. ومعانا الطاسه على النار. بس اللايك يا حبايبي، اللايك بقى عشان انا زعلانه بجد يعني. وعايزين نشوفوا تعليقاتكم الحلوه. ما قلتوش ايه رايكم في الناجتس اللي انا عملته؟ حد جربه ولا لا؟ بصوا يا حبايبي كده، ونبتدي بقى ناخد من التتبيله السايله نحط هنا. اهم حاجه الطماطمتين والبيضتين دولت في الخلطه دي، جميله جميله جميله. ومهما كانت الكرنبيطه طريه معاكي او زادت في السوى، التتبيله دي هتمسكها معاكي هتخليها زي العسل. بصوا حبايبي، ولا لزق ولا فرط منك ولا التتبيله اتكشفت من عليه مثلا، يعني الطبق اللي فوق الكفر اللي عليه دوت عمل بقى اتشال ولا حاجه. بصوا ثابت اهو.
كده احنا خلصنا. بصوا جميلة ومقرمشة بقى وطعمها زي السكر. بصوا حبايبي، اعملوها الوصفة دي وجربوها وقولوا لي لو عجبكم الفيديو. اعملوا لنا لايك، كومنت حلو، وشير، وفعلوا زر الجرس هينزل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين.